السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم واحد فينا بيصحى من النوم تلاقي عنده اكتئاب وتلاقي موده مش كويس وتلاقي مزاجه زي الزفت وتلاقي اليوم تقيل على قلبه ومش عارف يعديه. النهارده هعرفك ازاي تعلي هرمون السعادة بشكل طبيعي وبدون أي أدوية. النهارده عايزك تركز معايا في الحلقة دي كويس علشان نزود عندنا الطاقة والنشاط والحيوية والمزاج العالي بدون أي تدخلات في أي أدوية. ركز معايا في الفيديو ده وشير الفيديو للواد اللي صاحبك اللي مزاجه دايما زي الزفت. ويلا بينا، يلا بينا. في الحلقة دي عندنا 4 رجالة و4 عناصر هم اللي هيسدوا معانا في مشكلة الاكتئاب دي. أول واحد عندنا هرمون السعادة اسمه السيروتونين. السيروتونين ده يا جدعان ناقل عصبي بيطلع من الأمعاء، هو اللي بيزود عندنا السعادة وبيزود عندنا الإحساس بالحيوية دي. تاني حاجة عندنا في ناقل عصبي مهم جدا اسمه الدوبامين، بنسميه هرمون المكافأة. تعمل حاجة حلوة في حياتك، تكافئ نفسك بأي حاجة، تتفرج على فيلم، تعمل أي حاجة، تلاقي عندك الدوبامين علا. تالت حاجة عندنا في نقل عصبي مهم جدا اسمه الاندورفين. الاندورفين ده من اهم النواقل العصبية اللي بتسكن عندنا الالام وبتحسسك ان انت عندك ريلاكسيتي كده وتحس ان انت هادي. رابع حاجة عندنا هرمون الحب، هرمون الاكسيتوسين. هرمون الاكسيتوسين طبعا ليه فوائد جدا في الناس الستات الحامل، بس ملناش دعوة بالجانب ده. بس هرمون الاكسيتوسين بنسميه هرمون الحب، هنعرف قدام في الحلقة ليه بنسميه هرمون الاكسيتوسين. الاربع رجالة دول والاربع العناصر دول لو احنا اهتمينا بيهم وعرفنا نزودهم بشكل طبيعي هنزود عندنا السعادة بشكل طبيعي وبدون اي ادوية واي تدخلات طبية. كمان حاجة عايزين نعرفها ايه اهم الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا بيحتاجها علشان يعلي عندنا هرمونات السعادة بشكل طبيعي. لو عرفنا الفيتامينات والمعادن دي هتساعد عندنا افراز هرمونات والنواقل العصبية اللي بتزود عندنا اللي بتزود عندنا السعادة. اول حاجة عايزين نعرفها هو الناقل العصبي اللي اتكلمنا عليه، السيروتونين. السيروتونين ده ايه يا جدعان؟ السيروتونين ده ناقل عصبي جسمنا بيفرزه من القولون. طب لو القولون عندك سعيد وبيضحك هتلاقي انت سعيد وبتضحك اكيد طبعا. السيروتونين ده يا جدعان جسمنا بيفرزه من ايه بالظبط او بيحوله من ايه؟ عندنا في حمض اميني اسمه التريبتوفان. التريبتوفان ده جسمك بياخده ويحوله السيروتونين. طب خلاص الحل خلاص عرفناه، ان احنا نزود ونشوف المصادر اللي بتدينا تريبتوفان. يا جدعان نجيب التريبتوفان منين؟ خش يا عم على شات جي بي تي اعرف بسرعه التريبتوفان بيجي منين. انا سهلت لك الموضوع ده وجبت لك اهم المصادر اللي تاخدها فتعلي عندك التريبتوفان وبالتالي تعلي عندك الناقل العصبي اللي قلنا عليه وهرمون السعاده اللي قلنا عليها السيروتونين. اول حاجه عندنا وده اهم مصدر من مصادر السيروتونين او اهم مصدر من مصادر التريبتوفان هو صدور الدجاج وصدور الديك الرومي. تاني حاجه عندنا الدارك شوكليت. الناس لما تاخد شوكليت وتاخد شوكولاته كده وتلاقي الدنيا حلوه عندها بتلاقي السعاده والدنيا بقت حلوه معاها. ليه؟ لان بتزود عندك التريبتوفان وبالتالي بتزود عندك السيروتونين. تالت حاجه عايزين نتكلم فيها المخبوزات. انا عن نفسي لما ببقى مكتئب بروح اجيب اي مخبوزات. طبعا المخبوزات احنا عارفين ان هي مضره بس هنعمل ايه؟ يعني المزاج اهم حاجه. رابع حاجه عايزين نتكلم فيها وبتزود لنا التريبتوفان وموجود فيها التريبتوفان المكسرات. المكسرات من اكتر الحاجات برضو اللي بتلاقي فيها تريبتوفان. كفايه بقى يا جدعان نتكلم عن الاكل والمصادر بتاعه السيروتونين وتعالى نتكلم شويه عن فيتامينات ومعادن مهمه جدا عشان نعلي عندنا هرمون السعاده. اول حاجه عندنا فيتامين بي 6 من اكتر الحاجات اللي تعلي عندك السيروتونين وتزود تحويل السيروتونين لهرمون النوم اللي هو الميلاتونين. هرمون النوم ده يا جدعان مهم جدا علشان تنام، من غيره مش هتعرف تنام. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها هو معدن مهم جدا المغنيسيوم. المغنيسيوم من اكتر الحاجات اللي تزود عندك الريلاكسيتي في جسمك. تالت حاجة عايزين نتكلم فيها معدن مهم جدا برضو الزنك. الزنك من اكتر الحاجات اللي تزود عندك السيروتونين في جسمنا. تعالى بقى اعرفك على مصدر رخيص ومصدر ببلاش ربنا اداهولنا علشان يزود هرمون السعادة. مصدر حد يكتب لنا في الكومنتات كده ممكن يكون المصدر ده يا جدعان مصدر رخيص موجود عند الكل بيزود السعادة. هو ايه؟ أشعة الشمس. أشعة الشمس من أكتر الحاجات اللي تزود عندك هرمون السعادة السيروتونين. هو مش هرمون، هو ناقل عصبي، بس احنا بنقول هرمون السعادة علشان ايه؟ نزود أهمية السيروتونين في جسمنا. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها ليه أشعة الشمس مهمة جدا، بتزود عندنا فيتامين مهم جدا يعني العلماء كانوا عايزين يخلوه هرمون من ضمن الهرمونات اللي في جسمنا لأهميته، فيتامين د. فيتامين د من أكتر الحاجات المهمة جدا في زيادة السيروتونين في جسمنا. تالت حاجة عايزين نعرفها ليه أشعة الشمس مهمة جدا، بتحسن عندك النوم، ولو حسنت نومك هتحسن عندك مزاجك. الناس اللي النوم بتاعها متلخبط بيزود الكآبة بتاعتهم تاني يوم، والاكتئاب عندهم ممكن أكتر من 30%، في أبحاث بتقول 40% كمان. عايزين نتكلم نقول ليه أشعة الشمس مهمة جدا كمان.
تعالَ كده أقول لك، تعالَ. دلوقتي أشعة الشمس يا جدعان، لو أنت في يومك كده ما فتحتش الشباك، ما بتحسش إن يومك مش كويس، تحس إن يومك فيه حاجة غلط. تعالَ ارجع تاني. تعالَ بقى نقول لك حاجة مهمة جدًا، الرياضة. الرياضة يا جدعان اللي بنتكلم عليها يعني اندورفين، رياضة وجيم وجري ورقص بالنسبة للبنات يعني اندورفين. اندورفين ايه يا جدعان؟ اندورفين ده يعني ناقل عصبي بيحسن عندك الآلام بتاع جسمك، بيحسن عندك المود. انت عايز ايه اكتر من كده؟ انزل يا عم اجري، انزل شم هوا، انزل اجري، انزل روح الجيم، حسن شكل جسمك. عايزين نتكلم ليه نحسن شكل جسمنا. لما تحسن شكل جسمك وتزود كاريزمتك وتزود مظهرك قدام الناس، يزود ثقتك بنفسك، يزود السعادة في جسمك، ويخلي عندك إن أنت يومك بيبدأ بشكل كويس. كنا قلنا من شوية إن السيروتونين بيطلع عندنا من الأمعاء أو بيطلع من القولون، وقلنا لو القولون سعيد فأنت سعيد. طب نزود إزاي بقى سعادة القولون ده؟ عندنا في القولون في بكتيريا نافعة. البكتيريا النافعة دي هي اللي بتظبط المود بتاعك، هي اللي تقول أنا مودي كويس ولا لأ. طب نجيب البكتيريا النافعة دي منين يا جدعان؟ موجودة في الزبادي. لو مش موجود لو الزبادي عندك انت ما بتحبوش، او الزبادي مش كفايه ان هو يزود عندك البكتيريا النافعه دي، ممكن تجيب البروبيوتيك ده من الصيدليه، طبعا تحت اشراف طبيب. ما تاخدش حاجه من نفسك غير لما تستشير الطبيب بتاعك. البروبيوتيك تزود عندك البكتيريا النافعه، تزود عندك امتصاص السيروتونين، وتزود عندك السعاده والجمال والراحه في جسمنا. عايزين بقى نتكلم على العنصر الثالث في الحلقة بتاعتنا، هو الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين أو هرمون الحب. بنسميه هرمون الحب ليه يا جدعان؟ هرمون الحب أو الأوكسيتوسين فايدته إيه؟ أنت عارفين إن العلاقة اللي بين الأم والابن، أو الابن أو الشخص والأب، أو الإخوات أو الأصدقاء، أو الراجل ومراته، كل الكلام ده بسبب هرمون الحب، هرمون الأوكسيتوسين. تزود هرمون الاكسيتوسين وتزود العلاقات بتاعتك، تزود العلاقات اللي انت بتحبها في حياتك، وتشيل العلاقات التوكسيك من حياتك. تزود عندك الاكسيتوسين وتزود عندك هرمون الحب، تزود عندك السعادة في جسمنا وفي حياتنا. وابعد يا جدعان عن العلاقات السامة، فعلا من اكتر الحاجات اللي ممكن تدمر حياة شخص. رابع عنصر عندنا وهو الدوبامين. بنسميه ناقل عصبي، بنسميه هرمون المكافأة أو هرمون السعادة. يعني ممكن نقول إن هو تاني هرمون سعادة بعد السيروتونين. إزاي يا جدعان ده نزود عندنا الدوبامين؟ أنت دايما لو عملت حاجة كويسة في حياتك كافئ نفسك، ما تستنيش مكافأة من حد. لو أنت مثلا أنجزت حاجة في شغلك النهاردة، اخرج وقف شغلك، مش لازم تشتغل 24 ساعة. يعني أنت اشتغلت مثلا النهاردة 12 ساعة وأنجزت حاجة مهمة جدا في حياتك، اخرج يا عم مع أصحابك، كافئ نفسك، زود عندك الدوبامين. اتفرج على فيلم أنت بتحبه، اتفرج على الصور اللي أنت عملتها قبل كده. يعني الناس بتحب تتصور عشان لما تيجي تتفرج بعد كده على الصور تفتكر الذكريات الحلوة دي، تعلي عندك هرمون الدوبامين وتزود عندك السعادة. قبل بقى ما نختم الحلقة بتاعتنا، تعالى نجمع بقى الفيتامينات والمعادن المهمة عشان نزود عندنا السعادة. أول حاجة الكينج بتاعنا فيتامين د. بدون فيتامين د في حياتك تعيسة. تاني حاجة عندنا فيتامين سي، تزود مناعتك، تظبط مودك. فيتامين سي مهم جدا، خد فيتامين سي. تالت فيتامين عندنا فيتامين بي 6 اللي قلنا عليه، اللي يزود عندك تحويل السيروتونين لميلاتونين اللي هو هرمون النوم. رابع معدن عايزين نتكلم فيه الزنك، برضه قلنا بيزود عندك السيروتونين. خامس معدن عايزين نتكلم فيه الحديد. الناس اللي عندها انيميا حديد وعندها نقص حديد، وبالذات الستات، تظبط الحديد في جسمها. سادس معدن عايزين نتكلم فيه اللي قلناه المغنيسيوم. المغنيسيوم بيزود عندك الريلاكسيليتي ويزود عندك الراحة ويساعدك ان انت تخش في النوم. سابع حاجة إضافية كده عايزين نتكلم فيها برضو مهمة جدا، أوميجا 6. تزود عندك صفاء الذهن، وتزود عندك صفاء إن مخك وعقلك يبقى ناضجين وصافيين، ويسهل عندك النواقل العصبية إن هي تتحرك في جسمك بسهولة. بس كده الحلقة كانت بسيطة، لو عجبتك دوس لايك واشترك في القناة وشير الفيديو لصاحبك الكئيب وقول له بطل كآبة، الحياة مش مستاهلة كل ده. بس كده، وفي رعاية الله.